اختي جمعي علاش تولي وما تضيعيش فلوسك في الخاوي، وحتى نتيا شري ذهيب وبرعي راسك وديري بحساب الدواير الزمان. اي يا اختي، ولكن قبل ما تمشي وتجمعي وتشري الذهب ضروري اختي تهلاي في راسك. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، امور ديالكم تكون مزيانه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو اللي هو زويون بزاف. غنوريكم بعض المشتريات اللي عاد خديتها وبغيت نشاركها معكم ونقول لكم كل حاجه بشحال خديتها وبعض النصائح بخصوص الذهب. المهم اخوتي، قبل ما نمشي معكم المشتريات غنشارك معكم واحد العصير اللي كيجي رائع، يبغيوه الكبار والصغار ونفس الوقيته راه صحي. المهم خديت هنايا كاس ديال مونينيكس، عملت فيه انا كان عندي غير السكر، عملته يذوب في شويه الماء. نتوما عندكم سنيده ديروا سنيده على حساب الحلاوه. صافي تما عندي جوج ديال الخزوات اللي سلقتهم من قبل، خليتهم حتى بردوا، حتى هما زدتهم في هاد الكاس ديال مونينيكس. زدت عليهم جوج ديال البنانات وثلاثه ديال الليمونات. الليمون نقيته حيت غير القشور ودرتو هكاك ديريكت، غير هو الليمون اللي عندي راه ما فيهش العظم نهائيا. صافي هنا غنعمل كل شيء مع بعض وغنعمل قلت لكم السكر كيبقى حسب الحلاوه، شحال كتبغيو الكميه ديال الحلاوه. صافي غنعمل هادشي كامل مع بعضهم وغنزيد عليهم واحد جوج كيسان ديال الماء. صافي وغادي نطحن هادشي كامل مع بعضياتهم، وصدقوني كيجي روعه في المذاق، كيجي رائع بزاف. وكيف ما عرفنا دابا ايام ديال رمضان كنبغيو شي حاجه للفطور ديال العصير، ومره كنبغيو نوعو كنبغيو نبدلو، ولكن هاد العصير هو اللي غادي ينفعكم. كيجي رائع وكيجي كميه اللي هي كثيره، تقدروا نتوما تقسموا هاد الكميه هادي على جوج. وكنتمنى هاد العصير هذا ينال الاعجاب ديالكم، كيف ما قلت لكم راه كيجي روعه بزاف. وخليكم مع التكمله ديال الفيديو، المشتريات اللي خديتها وشاركتها معكم كل حاجه وبشحال خديتها. اختي جمعي علاش تولي وما تضيعيش فلوسك في الخاوي، وحتى نتيا شري ذهيب وبرعي راسك وديري بحساب الدواير الزمان. اي يا اختي، ولكن قبل ما تمشي وتجمعي وتشري الذهب ضروري اختي تهلاي في راسك. ضروري اختي تشري انت حويجات مره ماشي تخرجي حالتك. ضروري كنعتنيو براسنا. هذيك الساعه عاد كنمشيو ناخذوا الذهيب. اي يا اختي، اول حاجه هي كنتهلاو في راسنا، ومن بعد الفلوس اللي كتكون عندنا شايطه كناخذوا واحد الحصاله اولا براده وكنجمعوا فيها باش نقدروا واحد النهار نحلوها ونشرو بها شي حاجه ديال الذهب. واخا انا عارفه دابا الذهب غلا بزاف، ولكن كاين اللي يقدر يشري الذهب. كاين بزاف الناس في الاستطاعه ديالهم يشريو الذهب، كتكون عندهم فلوس يعني موجوده ولكن كيضيعوها. المهم اخوتي، انا دابا غنوريكم بعض المشتريات عاد نكمل معكم هذا الموضوع. المهم انا شريت واحد المشتريات ضروري نشاركهم معكم. اول حاجه خديت بيجامه، ما عرفتش علاش عندي الضو هنايا ضعيف، غنشوف. المهم اخوتي، انا قلبت معكم من الكاميرا حتى كان كيبان داكشي مظلم، الاضاءه بانت لي ضعيفه. المهم اخوتي، كما قلت لكم خديت هاد البيجامه هذه وهذا الفوقاني ديالها صراحه غزاله. ها نتوما شفتوا، خديت هذه ديال دابا، ما كاينش البرد قاصح وما الحال ماشي سخون، يعني ديال دابا صراحه غزاله عجبتني بزاف. قيستها هي خديتها ب2400 ولكن غزاله. غنمشي معكم ثاني حاجه، خديت هاد البيجامه هذه صراحه كان شهوتي ناخذها. ها نتوما كانت كتطلع ليا في تيك توك، هذه خديتها اونلاين. شفتوا غزاله هذه كتجي في اللبسه. ها نتوما شفتوا بس هذه هانتوما فيها داك الطوندل من هنايا وفيها من هنايا. عرفتي اخوتي هذه كتجي لبسه هماويه، ملي كتسالي الشقه ديالك
كطيبي كتخرجي من الكوزينه صافي كتلبسيها تكوني مدوشه وكتبقاي تجلسي فيها في دارك كدوري بها، حيت الا درتي بها الشغل في الكوزينه ما غتكرفص لك، خصوصا اللي كترشقه بزاف. عندي اخوتي صراحه فنه هذه الثوب ديالها روعه، ما ندمتش حيت خديتها. هذه خديتها 200 درهم هذه، وخديت هاد الصاك هذا هانتوما شفتوا خديت هذا صراحه هذا غزال. هانتوما شوفوا كيفاش عامل، نحمل لكم. انا راه مازال معمراه بهذا الشيء هذا باش ديما كيبقى الصاك واقف وكيبقى زوين. شفتوا هانتوما نحيدو لكم باش تشوفوا مزيان. هانتوما شوف راه الصاك دوريجي مطبوع. شوفوا هانتوما صراحه الصاك كلاس. انا خديت هذا النواغ هذا حيت ما عندي الكحل ولكن تكرفصوا ليا، خديت صاك مزيان. وهذا السنطه ديالو طويله الا بغيت نديرو الطويله. هذا خوتي خديته ب 300 درهم ولكن يستاهل، يعني مباشره كيبان هماوي وكيبان ماركه اللي هي زوينه. هانتوما نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. شفتوا هانتوما خوتي خديت هذا ب 300 درهم. نمشي معكم ثالث حاجه اللي هي الليبوط. هانتوما خوتي خديت هذا الليبوط هذا، واخا صراحه قرب يخرج البرد ولكن ماشي مشكل، ندوز بهاد الايام اللي مازال وتقدر يبقى لي حتى العام الجاي ان شاء الله. هانتوما خديت هاد الليبوط هادو شوف كيفاش داير، خدو في النواخ. عندي واحد الفالده في هاد اللون ديال هاد الجلابه، وعندي تريكو في البيج وفولار في هاد اللون هذا. غادي نلبسهم هاد الليبوط راه لبسوا معاهم هو والصاك غادي نلبسها كلاس. هانتوما خوتي شنو ان شاء الله نشارك معكم اللبسه، علاش لا. صراحه زويون حتى هو باقي بداكشي ديالو من الداخل. هانتوما داك اللعيبات ديال هانتوما عارفين. هذا خوتي خديته ب 250 درهم، خديته ب 250 درهم. وخديت صابون واحد اخر انا نشاركو معكم حتى هو. خوتي خديت حتى صابون، صراحه كان خاصني صابون. كان عندي واحد الصابون تبارك الله دوز معايا 3 سنين. هذاك الشيء علاش الواحد ياخذ حاجه زوينه، هذيك الحاجه زوينه كتبقى عنده مده طويله وكيلبس يعني ماركه. صافي خديت هذا الصابون هذا هما خرجوا هذا العام. هانتوما خديت هذا، خديته توا في الكحل، والصابون اللي عندي انا عندي في الماغو. هانتوما خوتي صراحه غزال بزاف. هانتوما شو البنات غزال بزاف. شفتوا هذا خديته اخوتي 150 درهم. هذا 150 درهم ولكن راه غزال. صافي هادشي اللي خديت. وخديت هاد الكريم ديال اليدين هذا اخوتي خذوه بعينكم غمضه، هذا ديال الجفاف اليدين وحتى الرجلين، المهم ديال الجسم. هذا خاص غير بالجسم. انا يا عندي مشكل في البرد دائما يدي جافه وكتبقى تشقق ليا، واخا كما كنخلي ما كندير انا عندي مشكل في البرد. هانتوما دابا نيت راه يديا ناشفين، خصني كل شويه ندهن. صافي اخوتي خديت هذا ب 40 درهم. هذا راه الكبير، كاين الصغير داير 20 درهم، كاين واحد 24 درهم، والكبير 40 درهم. خديت هذه ديال العرق حتى هي زوينه صراحه، اول مره نجرب هذه. خديتها ب 25 درهم. خديت هذه شرائح الشمال،
هذه كنحيد بها المسطاج. هذه ما كتخطانيش، ما عمري استغنيت عليها. خديت هاد الصبيغه هذه غير تشهيتها وصافي. دابا رمضان ما غنديرهاش حتى يفوت رمضان. صدقوني انا ما عنديش الصباغه كيدوروا في الدار. عندي هذه يلا خديتها دابا. كانوا عندي شي حاجه شحال هذا ولكن عطيتهم لبنات خالتي ما كان صغارين. خديت هذه تشهيتها. الا لاحظتوا هذا اللون هذا كيعجبني انا بزاف. صافي اخوتي هادشي اللي خديت انا شاركته معاكم. وغنوري واحد السيده سولتني على العبايه اللي كنت لابسه في الفيديو اللي قبل من هذا. سولتني على هاد العبايه هذه، قالت لي عجباتها. ها انتم اخوتي. المهم هي ما كانتش باينه من التحت، نوريكم من التحت كيفاش داير ديالها. المهم السيده اللي كانت سولتني عليها ها انت اختي نوريها لك. ها انتم صراحه هذه غزاله تستاهل الثمن ديالها. والا لقيت بحالهم غنزيد ناخذها. اول حاجه زوينه وثوبها زوين، وثاني حاجه مستوره وزوينه. هانتوما اخوتي العبايه صراحه اللي رائعه. هذه اختي خديتها انا ب 250 درهم. خديتها العام اللي فات قرب رمضان. خديت هذه وخديت وحده اخرى في الاورانج. هانتي اختي شتيها صراحه زوينه في هذا رمضان. دابا هذه اللي كنلبس وكنخرج بها حيت مستوره ويني فضفاضه كيف ما كنقولوا. صافي اخوتي بالنسبه كما قلت لكم، بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يشريو العبايات زوينين عاد من غتمشيو عند مول المحلات كيكونوا عندهم الملابس ديال المحجبات. راه هادو كيكونوا عندهم عبايات زوينين والثمن مناسب. صراحه هذه تستاهل اكثر، ولكن اخذتها 250 درهم ولبست فيها. عرفتي تبارك الله هذا العام لبست فيها. دابا راه واخا البرد هاد الايامات كاين الحراره كنخرج بها. المهم اخوتي نكمل معاكم على الفيديو بعد ما وريتكم المشتريات. كيف ما قلت لكم ما نبقاوش حاضين غير جمع اللوح في البراده. صافي ما نشريش انا هذه، نحرم راسي من بزاف ديال الحوايج باش نقدر نشري ذهب ونخبيه. شنو نقول لكم اخوتي، الذهب فوقاش كنديروه ملي كتكون عندنا فلوس زايده عندنا. واخا هي ما كتكون زايده يعني ديما كتكون خاصنا، ولكن في الامكان ديالك تقدري شي فلوس تخبعيهم، يعني ما واصلاش ليهم تقدري تخبعيهم. هذيك الساعه عاد كنجمعوا فلوس باش حنا نديروا ذهب. ما كنحرموش راسنا من الحوايج، ماشي كنوليو حالتنا، ماشي كنبغيو عندنا بيجامه مقطعه وكنبقاو بهذيك البيجامه كندوزو بها العام، اولا جلابه عندك مقطعه وكتخليها اولا كاشفه اولا فيها شي بقعات جافيل. لا اختي اعتني براسك وشري حويجات زوينين حتى نتيا ملي تخرجي تكوني مقاده الحاله، تكوني مهليه في راسك. وهذيك الساعه عاد طرفي شي حاجه وخبعيه في هذيك الحصاله اولا براده اولا في اي بلاصه كتخبعي فيها فلوس باش تقدري حتى نتيا تشري الذهب وتخبعيه وتقدري تزيني به في دارك اولا في شي مناسبه اولا خارجه مع وليداتك حتى نتيا تلبسي الذهب. وهذا خوتي هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمناه يعجبكم. والى عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم كل جديد. ان شاء الله اي حاجه غادي نشاركها معكم، روتين ديال الدار يعني اي حاجه بغيتوها اولا شي حاجه باغيين نبقى نشاركها معكم خليوها لي في الكومنتير وعلاش لا. وهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. بسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله، فيديوهات اللي هي جديده. وكيف ما قلت لكم دائما غنبقى نشارك معكم الفيديوهات، ما غنبقاش نخبر عليكم نهائيا.